السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني قد الدنيا دي كلها. حبايبي الحلوين، غايبة عنكم بقالي كتير قوي، عارفة قصرت معاكم، قصرت قوي قوي، بس والله عمري ما نسيتكم. على طول على طول كنتوا في بالي، على طول كنت بفتكركم، كنت بشتاق لكم كتير جدا، وكان نفسي ارجع لكم. بس بصراحة أنا اتعرضت لصعوبات كتيرة قوي وضغوطات حياتية كتيرة قوي قوي قوي. فالحمد لله، بفضل أصحاب ليا، وبفضل عمته، بفضل ناس كتيرة قوي بحبها. الحمد لله، حابة أشكرهم إن هم ساعدوني ووقفوا جنبي، وشجعوني إن أنا أرجع أصور معاكم تاني. حابة إن أنتم تسامحوني على الغياب اللي أنا غِبت عنكم، بس والله كان غصب عني. لمّا تعرفوا اللي حصل معايا هتعذروني، وهتدعوا لي إن ربنا يقف جنبي ويساعدني على اللي أنا فيه. عايزاكم برضه تساعدوني علشان أنا عندي شوية مشاكل كده، بس حابة أطلع من المشاكل اللي أنا فيها دي بيكم، وتساعدوني إن أنا أخرج من محنتي دي. وحابة أنسى كل اللي أنا فيه وأتغاضى عن اللي أنا عايشاه، وأرمي كل حاجة ورا ضهري، وحابة أعيش معاكم. ويالّا بينا بقى نشجّع بعض ونساعد بعض، وإن شاء الله الفترة الجاية هتشوفوا فيديوهات كويسة جدًا، وإن شاء الله أكون عند حُسن ظنكم، وإن شاء الله تقفوا جنبي وفي ضهري. ويالّا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. بس عايزاكم please ما تتخضوش وما تتضايقوش من اللي هتشوفوه النهارده، لإن اللي هتشوفوه النهارده ده تأثير حوالي أكتر من سَنة. أنا بقى لي يعتبر سَنة وأكتر حرفيًا ما مدّيتش إيدي في البيت، لإن أنا بقى لي سَنة باتعالج من شوية تعب كده عندي، فمضايقني جدًا، جدًا، مش جاي لي مزاج أعمل حاجة ومش قادرة أعمل حاجة. هاحكي لكم في الفيديو بتاعنا بعد كده، يعني لمّا تيجي فرصة هاحكي لكم إيه هو التعب والعلاج اللي باخده وكده، يمكن يكون عندكم حل ليّا أو تعرفوا لي حل أو كده وبتاع، ماشي؟ بس مش عايزاكم تتخضوا خالص من اللي هتشوفوه، ماشي؟ أنا قررت إن أنا أطلع وأصوّر معاكم وأورّيكم كل حاجة على الطبيعة، تمام؟ وإن شاء الله يعني واحدة، واحدة مع بعض هنعدل كل حاجة ونرجّع كل حاجة للأحلى. ولو عندكم أي آراء إن حياتي تتعدل للأحسن، أو في حاجات أنا ممكن أعملها طبعًا على قد المستطاع وعلى حدود إمكانياتي، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. أنا طبعًا حابة أغيّر من حياتي، وحابة طبعًا أكون في مستوى أحلى، وفي يعني كل واحد بيحب إن هو يتقدّم في حياته ويعمل حاجة حلوة. يا ريت بقى تساعدوني وبآرائكم الجميلة كده تقفوا جنبي. لو شفتوا أي حاجة مش عاجباكم يا ريت تكتبوا لي في الcomment. لو شايفينّي عايزة أغيّر حاجة أو أعدّل حاجة يا ريت تكتبوا لي في الcomment. ويا ريت بقى ما تنسوش اللايكات الجميلة والشير الجميل، وهاستنى منكم دعواتكم الحلوة الجميلة. وتعالوا بقى كده أفرّجكم جولة بسيطة كده، واوعوا تتخضوا من اللي هتشوفوه، أوكي؟ حابة أقول لكم يا جماعة، أنا فيه ده كله فلتر، ده بصوا ده فلتر، ده مش ميك اب. أنا صاحية من النوم مفيش أي حاجة على بشرتي. تمام، أنا مش حلوة كده، بس لسه منزّلة البرنامج ده جديد، فلقيت نازل فيه تحديثات كده، فقُلت ألعب فيه، لقيته عامل فلتر جميل كده، قُلت الحمد لله كويس بقى هيريّح بقى بشرتي، ولا أعمل makeup ولا أعمل حاجة، وهنبقى إيه طالعين كده خُفاف، تمام. بس إن شاء الله كده لو حابين أعمل لكم فيديوهات makeup وكده بتاع زي ما كنت باعمل، اكتبوا لي في الكومنتات. فمش حابة أطوّل عليكم، يالّا بينا بقى كده هاخدكم الأول جولة في الشقة بتاعتي كلّها، تشوفوا كمية الهرج اللي أنا عايشة فيها، بس ما تتخضوش كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن. يالّا بينا، يالّا بينا. أدي يا حبايبي أنا لسه على السرير أهوّة،
حابة اخد لكم جولة بكل حاجة على وضعك، على ايدك يا تاجر. شايفين انا دخلت الكرسي بتاع الانتريه ده هنا علشان امان يبقى يقعد يتفرج على التلفزيون. الكمبيوتر هنا ده الكمبيوتر، ماشي. والكنبة بتاعت رمضان دي دخلتها عندي في الأوضة، دي كنبة هتشوفوها برضو كل حاجة هتوضح. ودي هدوم بقالها كتير قوي عايزة تتطبق. وزي ما انتوا شايفين هنا كده جنبي ده الكومود، زي ما انتوا شايفين كده، تمام. الدولاب عندي زي ما انتوا شايفين الضرفة واقعة عايزة نجار يجي يصلحها. ده كنت غاسلة البطاطين فمستغطية بالملاية الصيفي دي. يلا بينا بقى كده نشوف، ناخد جولة الأول مع بعض، تمام. حابة الأول كده نفتح الشباك بتاعنا عشان يهوي، تمام. شايفين حتى أمان يعني اللعبة بتاعته برضو مش رحمها ومعانا هي في الأرض. نفتح الشباك كده مع بعض، تمام. نفتح كده عشان نهوي الأوضة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده البلكونة بتاعتنا بالمنظر ده، كل حاجة هتنضف وكل حاجة هتبقى زي الفل، تمام. زي ما احنا شايفين كده. وروشين كانت بتذاكر هنا امبارح. زي ما انتوا شايفين كل الهدوم دي الحمد لله كلها نظيفة، تمام. المصلية بتاع، ودي الدفاية انا حطاها هنا علشان انا بسقع جدا جدا جدا، تمام. ودي كانت الأوضة بتاعتي دي عايزة تتفجر. الأوضة دي حرفيا عايزة تتفجر، تمام. هندخل بقى على أوضة روشان. انا بنوتي عروسة زي ما انتوا عارفين، روشان، تمام. بس برضو يعني روشان يعني مش اقل مش اقل من دي. شايفين عامله ايه في اوضتها؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ بصوا شايفين عامله ايه في الدولاب بتاعها؟ بصوا يعني وقعت الدولاب وعلقه الهدوم فوق فوق فوق. بصوا برضو مدخله لها كرسي هنا علشان لو هي حابه تذاكر في اوضتها او حاجه، بدل ما تقعد على السرير لا تقعد على الدولاب، على تقعد على الكرسي، تمام. تعالوا بقى هنا كده نبص على المطبخ. بصوا يا جماعه، حد حابب يساعدني ممكن يجي يساعدني عادي. بصوا ده المطبخ بتاعي. بصوا عايز تفجير، عايز تفجير. شايفين هنا في الغسالة دي فيها هدوم يا جماعة عايزة تتنشر، تمام. ده كده المطبخ بتاعي، كل ده عايز يعني تروق يترمي في الزبالة. شايفين انا حرفيا بقالي يا جماعة والله يمكن سنة. يمكن انضف حاجة عندي الحمام انضف حاجة عندي الحمام زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كنت غاسلة البطانية هنا امبارح، تمام. هو انضف حاجة عندي الحمام ده انضف حاجة. البوتي بتاعت امان هنا كان حاططها بيلعب بيها، ماشي. الصالة بقى، ادي الصالة. افتح لكم النور، افتح لكم النور عشان تشوفوا كل حاجة، يبقى ايه مش مخبية عنكم اي حاجة. الكمبيوتر دوت امان مش عارفة اطلعه امبارح وطلع بظابيز وكده مش عارفة كان بيعمل فيه ايه. الباندا ماتت الباندا ماتت، تمام. ودي هدوم انا بنشر هنا يا جماعه. انا بنشر هنا في الصاله، بنشر هدومي هنا كده، ما بطلعش بره البلكونه نهائي. بنشر هنا على الشباك كده كده كده. بنشر هنا، وكرسيين طبعا بتوع الانترينا مدخليهم جوه في الاوضه. بصوا بقى الحركه اللي انا عاملاها دي، انا حاطه منشر هنا يا جماعه. شايفين المنشر ده؟ شايفين ده؟ انا حاطه منشر هنا ربطاه في الباب هنا اهو، مربوط في الأكرة بتاعة الباب، ومربوط في الناحية التانية في الشباك عشان مخرجش. وادي الروشان. بصوا كل دي شوزات روشان. شايفين المنظر؟ يعني احنا والله يعني لو في حد حابب يساعد يا جماعة اخته انا موافقة ادي منظر الشقة. بصوا بقى الأوضة دي، شايفين المنظر؟ ألعاب أمان هنا.
بالشكل ده، مرجحة، العجلة دفاية، دي شنط السفر بتاعتنا بالشكل ده، العجلة بتاعته. حولت انا الصالون ليه؟ ما بتعرفوش اوضه خزين ولا ايه؟ هنا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني بحب البصل قوي، يعني بخزنها بصل. الحمد لله عندنا بصل. ادي منظر الاوضه حبايبي. طبعا دي عايزه يوم لوحده، دي يوم او يومين، يعني هي وحظها بقى زي ما تخلص. زي ما انتوا شايفين كده، ادي الشقه بتاعتي. انضف حاجه والله هو الحمام، عايش عايش تمام. المطبخ عايز يتفجر، اوضه روشان حابه يعني عايزه تتنسف، اوضتي عايزه تتنسف. قولوا لي بقى يا حبايبي، ابدا بايه بالظبط؟ ابدا بالمطبخ ولا ابدا باوضتي؟ احنا يعتبر قاعدين 24 ساعه في الاوضه بتاعتي، ما بنخرجش منها. انا مش عارفه هبدا منين واعمل ايه، بس اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات لحد ما نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. انا هضطر اقفل معاكم الفيديو لحد كده عشان ما يطولش اكتر من كده، وان شاء الله بكره في الوقت دوت هتلاقي الفيديو الجديد نازل. تشوف بقى ايه الحرب مع الشقه ونظافه الشقه، وان احنا نحاول ننقذ الشقه تاني ونرجعها لوضعها تاني، وربنا يهدي روشان ويبعدها كده عن قلبان الشقة ودربكة الشقة هي وأمان. يلا أشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله، وهتوحشوني يا أمارات. باي.